السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تسجيل بعنوان عتابي على أخي الحبيب صابر مشهور ردا أو دفاعا على جماعة الإخوان المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ومن والاه إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. الحقيقة أننا فوجئت بتسجيل يعني معلش في الألفاظ سيء جدا جدا لأخي الحبيب اللي بعزه وبقدره، ويعني بعتبره ما شاء الله عليه، يعني كلام بيبقى تحليلات معظمها يعني مش كلها يعني منضبطة والحمد لله، يعني في إطارها اللي يخدم. حتى النقد بتاعه نقد بناء مش نقد هدام. معرفش بقى ايه اللي جراله مع جماعة الإخوان المسلمين وايه اللي بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين يعني بالكلام اللي بيقوله. بس الحقيقة آخر تسجيل له يعني تسجيل سيء جدا 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 جدا، يعني بمعنى ان دخلنا بقى في الاتهامات. ده بيتهم دلوقتي الأستاذ إبراهيم منير اللي يعتبر قائم بأعمال المرشد العام المعتقل وأسير في سجون الخسيسي، الله ينتقم منه. فبيتهموا بأنه عميل مخابرات بريطاني. لا 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 لا، مش الدرجة دي، مش الدرجة دي أبدا أبدا أبدا. أنا متربي في جماعة الإخوان المسلمين، وأشهد الله أنها لها فضل على شباب المسلمين وعصمتهم من الوقوع في بلاوي وفي مصائب كبيرة جدا جدا جدا. جماعة الإخوان المسلمين من سنة 1928 الحمد لله يعني ضحت وتضحي، وجماعة ثابتة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يصبرهم ويثبتهم ويجزيهم كل خير. وهم مش ملائكة، بشر بيغلطوا، وأنا أول واحد والتسجيلات موجودة والله، من أول المرشد العام ربنا يفك حبسه الموجود دلوقتي واللي قبليه واللي قبليه، يعني لا يا فضيلة المرشد، لا كذا، لا يا أخ عصام، لا يا أخ فلان، يا أخ فلان، لا يا أخ فلان، لأني يعني أنا أحبهم وأحب الإخوة جميعا، ولكن الحق أحب إلي منهم. معلش يعني ده كلمة لا بد أن أنا أقولها في الأول يعني. فأنا بحب الأخ صابر، لكن الحق أحب إلي منه. وأنا يعني أذكره وأذكر نفسي وأذكر الإخوة جميعا. الاتهامات دي هنحاسب عليها أمام الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم، يعني ما موتش حد، وأموالكم ما سرقش حد، وأعراضكم العرض السمعة وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ حديث في صحيح البخاري. والحديث الأشد منه يقول صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود. اللي بيقول في مسلم إن شيء مش موجود فيها، زي اللي بيتهموني يقول لك واجد مكفراتي، وقول يا سيدي زي ما أنت عايز، في آخر هقف فيها قدام الله واخد حقي منك. اللي يقول على فلان بقى إنه كذا، إنه ده عميل، إن ده مش عارف إيه، كل ده كلام هتتحاسب عليه في الآخرة. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. ردغة الخبال اللي هي عصارة أهل النار والعياذ بالله، وعايز سميها مجاري جهنم، يعني تجاوزا، يعني حتى يخرج مما قال. وأذكر نفسي وأذكر أخي صابر والإخوة جميعا أن الأحكام لا تبنى على الشك، لا تبنى على الظن، وإنما تبنى على اليقين. قال الله في سورة النجم: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. حديث البخاري ومسلم. فممكن يعني الإنسان ينقد، وأنا أول واحد بينقد وبنقد جميع الإخوة، بس نقد بناء، إلا المجرمون أصحاب المذاهب الباطلة، لا بديهم على طول، ما عنديش رحمة فيهم دول. لكن في نقد بناء وفي نقد هدام. أنا أول واحد نقدت وبنقد جماعة الإخوان المسلمين اللي اتربيت فيها، من حبي ليها ومن حبي لأشخاصهم ولتضحياتهم، لكن نقد بناء مش نقد هدام. ما اتهمش أنا قياداتي إنها مخابرات ومباحث، وبعدين الأخ صابر يقول المباحث هي اللي بتعين وبتقول للإخوان عينوا فلان، يبقى إيه ده كلام. واللي مش عارف أصبح الأستاذ منير ده عميل مخابرات إنجليزي،
حرام حرام الكلام ده يعني، ما ينفعش خالص 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 يعني. خاصة ان الاخ صابر بيقول انا مش من الاخوان، هو مش من الاخوان، وما يعيبوش انه يكون مش من الاخوان يعني. لكن ما دام انت مش من الاخوان بتتكلم عنهم ليه بالكلام ده؟ وبتقول كلام من جوه، يقول لك من ساعه مش عارف الاستاذ منير مش عارف ما حدش دخل الاخوان، انت ليه وانت عندك الاحصاء بتاعتهم؟ المهم يعني، فانا بس هرد على البيانات او الاتهامات اللي هو كان قالها. يعني اول كلام قاله مش مظبوط، انه بيقول الذي استشفه. تستشفه ايه يا اخ صابر؟ يا اخي انا كمان استشف انك انت كذا، وده يستشف ما ينفعش الاستشفاف ده، لا لازم يكون في ادله. انت بتتكلم عن الاستاذ منير تقول عميل مخابرات انجليزي، الكلام ده سيب كلاب السيسي يقولوه، مش انت وانت اعلم واحد. الاخوان ظروفهم ايه وضعهم ايه، وهي الجماعه الوحيده اللي ثابته حتى الان. سيبك من الكلام الهجس اللي بيقولوه جماعه ارهابيه مش ارهابيه. طب ما انت عارف يا اخويا صابر ان الخسيسي قال الكلام ده، قال بالنص كده لو ان جماعه الاخوان وافقوا على خارطه الطريق لكان منهم ناس دلوقتي بينافسوني في الرئاسه، ولو كانت جماعه الاخوان وافقت على خارطه الطريق لكان منهم ناس دلوقتي في الفضائيات وكذا وكذا. طب يعني هم بقى لو ارهابيين زي ما بيقول الكذاب الكافر المجرم ده كان هيقول لا طبعا. يعني عايزين بس الكلام يكون منضبط. انا بس برد على كلام اخويا صابر في الاتي، ودي نقطه مهمه جدا، لانه جاب تسجيل للاستاذ منير كان بيقول ان هو كان على اتصال بالامن. يا اخوه ويا اخ صابر، جماعه الاخوان المسلمين من يومها في ناس مسؤولين عن الاتصال بالامن، ناس مسؤولين عن الاتصال بالملوك وبالحكام، في ناس مسؤولين، يعني مسؤول. حتى احنا اتعلمنا كده مسؤول، مش رئيس مجلس مش عارف مش مدير، لا انت مسؤول عشان تستشعر المسؤولية. وقفوهم انهم مسؤولون، سورة الصافات. ففي مسؤول عن الاتصال بالامن، ايه المشكلة؟ لا عيب ولا حرام واحنا عارفينه. بلاش كده. لما دخلنا السجون سنة 81 اول كان سجن لينا يعني، احنا كالجيل بتاع الاخوان اللي هو متقدم يعني، خدنا المفاتيح بتاعة الزنازين من ادارة السجن. شوف بقى لدرجة ايه؟ ليه بقى؟ كان يطلع الشاويش يفتح على اسمها فسحة يعني، يفتح 3 زنازين بس ويلفوا ومثلا ربع ساعة وبعدين يخش وبعدين يفتح اللي بعدين فكان الاخوه بيشتموا بقى العساكر يا طاغوت افتح يا طاغوت، خلاص كده يا طاغوت نخش كده. فالعساكر طاغوت حتى راحوا للشيخ الكشك قالوا له يعني ايه طاغوت يا عم الشيخ؟ قالوا يعني ملظلظ اي كلام وخلاص وبتاع يعني. فلما نزلوا الاخوه تحت في الاداره قالوا لهم لا ممكن تدونا احنا مفاتيح واحنا هنفتح الاخوه ونقفل عليهم، وممكن لو سمحتوا ناس تخش المطبخ بقى بدل ما بيطلع لنا ديل فار في الفول ولا بتاع ده بذره بلح ولا لا، ما ينفعش الكلام ده، احنا نطبخ بنفسنا يعني. وانا واحد من الناس نزلت المطبخ وكنت بطبخ تحت في المطبخ واطلع الاكل جميل وننضفه طبعا ويعني بيبقى كده. هل معنى كده ان انا بقى دلوقتي عميل نزلت بقى تحت واكيد طبعا عطوني حته لحمه زياده؟ ده كلام يا ناس. وكان في اخ مسؤول موجود معنا هنا ربنا يديله الصحه ويبارك في عمره، كان هو اللي مسؤول عن الاتصال باداره السجن اللي احنا عايزينه يبلغه كده. الاخ صابر بيقول لك يعني معقول هيكون هو كان عنده مش عارف 28 سنه ومش العمليه مش بالسن؟ احنا مش المرشد العام هو اللي هينزل لرئيس السجن يقول له لا ممكن شاب صغير يكون اتصال، ما فيش اي مشكله خالص يعني. وبعدين بيقولوا ان هم ما عذبوش الاستاذ منير، فيبقى اذا هو بقى كان عميل ليهم. لا مش كده. التعذيب ده كان بالمزاج، وانا بقول لك كده اهو كان بالمزاج. والله كان الاخوه قالوا لنا مره دخلوا شاويش ومع ظابط الله ينتقم منهم يا رب، وبعدين قوم يالا انت معاك يالا، قال له انا دكتور مهندس. يا ابن دكتور ومهندس عشان ما نفعتش دي تنفع دي، دب ضرب. وجم على واحد معاه دكتوراه في الهندسه النوويه هيقول له ايه ده؟ انت بتشتغل يالا؟ قال له انا ببيع جاز في الشارع كده، جاز لا كده. يقول لك راح قال له تعالى اذا عوزت اي حاجه بكلمني ها وكذا وكذا، ولا انت وهو كلكم تخدموا ده. ايه ده؟ هل ده عميل لمباحث السجن والمباحث بتقول له انت الوحيد اللي مش عارف ايه ضرب زمايله؟ ده كلام مش كلام خالص يعني. وبعدين تقول الاستاذ مدير نصب نفسه، مفيش في الاخوان كده. انا يعني اتعلمت في الاخوان ان كل حاجه بالقانون، وفي بتاع ده مجالس لازم مجلس شورى للاخوان لازم مش عارف ايه، ودول بيقرروا ايه والادارات يعني شفت الكلام ده؟ مفيش حاجه اسمها واحد يعين نفسه بالعافيه كده، ما عندناش الكلام ده، مفيش الكلام ده خالص ها.
سبحان الله. وبعدين يا اخ صابر، الاسماء اللي انت ذكرتها، بقول لك الاسماء اللي انت ذكرتها كلها منشقين عن الاخوان، منشقين عن الاخوان. هم اخوه لينا وربنا يكرمهم ويبارك فيهم، وبعضهم دلوقتي بيحاول يرجع عشان اللحمه ووحده الصف والكلام ده كله. لكن قالوا كلام ما تجيبش بقى كلامهم. ليه؟ لان كلامهم منشقين عن الاخوان واخدين موقف، ومنهم ناس واخدين موقف صعب جدا 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 يعني. فما يبقاش من العدل ومن الحق ان انت تجيب كلامهم دون ما تجيب كلام الرد كان عليهم. ومنهم واحد شيخ للاسف، هو بيعتبر نفسه شيخ يعني، كان كذب عليهم والاخوان ردوا عليه ببيان رسمي، مش وقته دلوقتي، مش الكلام ده يعني. اما كونك تقول ان الحاله الصحيه بتاعت الاستاذ منير ما تسمحش، مين اللي قال لك دي؟ يعني جبتها منين دي يعني؟ هو مطلوب من الاستاذ منير انه يمشي كل يوم 10 كيلو؟ لا، هقول لك لا، ما يقدرش. لا لا لا، ما ينفعش، ما يقدرش. استاذ منير واخد اعمال المرشد، راجل قاعد في المكتب، بتجيله التقارير وبيدي قرارات وبيستشير وبيعمل كذا وبيعمل كذا وكذا. قول انا مش موافق على تعيين الاستاذ منير، كتير جدا من الاخوان هيقولوا لك واحنا معاك، من الاخوان العاملين كمان مش المنشقين مثلا يعني. دي يبقى ماشي كده الكلام. لكن عميل المخابرات وصحته لا تسمح والمفروض انت مالك ومال الكلام ده يا اخي صابر؟ انت مش منهم، يبقى ما تفرضش عليهم وما تعبش عليهم. وبعدين عمال تكسر وتخبط في قيادات الاخوان. الاستاذ محمود حسين مش عارف ايه، لما تسمع له لا تجد اي ايمان حقيقي في قلبه. ايه ده؟ ايه يا اخ صابر انت بتقوله ده؟ جبت منين الكلام ده؟ هل شققت عن صدره؟ ايه اللي دخلك جوه قلبه تقول ما فيش ايمان حقيقي وكذا؟ استاذ محمود حسين اخ فاضل ومجاهد وياما في السجون وياما كذا، وراجل سايب بلد ومهاجر الى الله عز وجل. ليه تتهموا الاتهام ده؟ وان تقول ان هو فلسطيني؟ فلسطيني؟ انا ما اعرفش الحته دي والله. اللي انا اعرفه ان هو من اسيوط او كان بيشتغل في اسيوط يعني، وانه مصري ودكتور وكده يعني. ايه ده؟ وحتى يا اخي افرض فلسطيني، هو يعني ايه الفلسطيني ما يخشش جماعه الاخوان المسلمين؟ يعني بصراحه. وبعدين الاتهامات بقى ان الاستاذ محمود سافر بدون اذن، مين قال لك كده؟ جبت الكلام ده منين؟ انا لما كنت بعمل حلقات معاك وكانت اكبر حلقات وكانت ما شاء الله، لدرجه والله ناس كتير جدا يقولوا لي والله التزمنا من لقاءاتك مع الاخ صابر مشهور. قلت لي انت الحته دي، قلت لي ان هو بتاع ده هرب ومش عارف مشي بدون اذن. رحت للاستاذ محمود الله يبارك في عمره ويديله الصحه والعافيه ويجزيه عنا وعن الاسلام خير الجزاء. قال لي مين اللي قال لك الكلام ده؟ احنا وفلان 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 واخدين تكليف من جماعه الاخوان ان احنا نسيب مصر تحسبا ان ممكن يكون في انقلاب، وكنا حاسين وشعارين في حاجه، فقلنا نطلع بره عشان نقدر ندير العمل من بره. انت جبت منين ان هو مش عارف هرب؟ مين ليه الكلام ده يا اخي صابر؟ وبعدين يعني اسوأ شيء انت بتقوله ان جماعه الاخوان المسلمين خلاص ما معناه بقت جماعه يعني بتاع ده تبع الدوله، والامن اشتروا الجماعه وبيقولوا لهم حطوا ده وشيلوا ده واعملوا كده وانت كذا وانت كذا، والجماعه بتنفذ. مين قال لك الكلام ده؟ جبت منين الكلام ده؟ ولو الكلام ده صحيح يبقى الالاف اللي جوه السجون دي صحيح مش معظمهم يعني، مش كلهم اخوان يعني، لكن اكبر نسبه فيهم اخوان. واديك شايف كل يوم بيعملوا ايه. يبقى الجماعه، يبقى الامن هيعمل كده في الاخوان والاخوان يسمع كلامهم، او يعني مثلا يبقى في صفقه بقى. لا لا لا، استغفر الله تبارك وتعالى عن الاتهامات الباطله اللي انت اتهمت بيها ناس في سن ال80، ومع ذلك الحمد لله صابرون محتسبون مجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى. له اخطاء لا شك، وكل انسان له اخطاء، وانا اول واحد زي ما قلت لك اتكلمت عن الاخطاء ونصحت لله عز وجل كنقد بناء مش نقد هدام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.